أبوها قال لها انت اللي حكمتي على نفسك، روحي يا شيخة ربنا يحرمك من نعيم الدنيا ومن ريح الجنة. وبسبب دعوة أبوها اتحولت حياتها رأسا على عقب، وكانت نهايتها حرفيا بشعة. ونبدأ حكايتنا من الحاج صديق اللي كان عايش في الأرياف هو وأولاده الأربعة. كان رجل مزارع وفقير وعلى قد حاله، وكانت مشكلته الوحيدة بنته درية. كانت دايما متمردة على حياتها، وكانت بترفض تنزل مع اخواتها تساعد ابوها في الارض الزراعية. وعلشان هي اصغر اخواتها، ابوها كان دايما بيقول لها ارضي بقليلك واحمدي ربنا على اللي انت فيه، انت احسن من غيرك بكتير، ودي عيشتنا ومش هنعرف نغيرها. بس للأسف كان كل ما يعدي عليها سنة وتكبر كان طموحها بيكبر معاها، لحد ما وصلت لسن 16 سنة وفكرت انها تهرب وتروح على القاهرة، علشان كانت دايما بتحلم بالشهرة وبتحلم انها تشتغل شغلانة تانية وتبقى غنية في يوم وليلة. ودرية كان ليها جارة في نفس سنها، كانوا دايما بيقعدوا يحلموا مع بعض ان هم يهربوا مع بعض للقاهرة، وهناك هيلاقوا فرصتهم ان هم يعيشوا حياة سعيدة، وهيبقى معاهم فلوس كتير وهيودعوا عيشة الفقر. وساعتها ياسمين قالت لدرية انها عندها واحدة قريبتها بتشتغل خياطة، وهي عارفة انها معروفة، وهما الاتنين لو راحوا على هناك كده كده ياسمين يتيمة ومحدش هيدور عليها، ولا حد هيجي في دماغهم ان هما قاعدين هناك. وفعلا هما الاتنين عقدوا النية واخدوا اول قطر وهربوا بيه على القاهرة. ونزلوا القاهرة وقعدوا يدوروا على عنوان قريبة ياسمين لحد ما وصلوا لها وعرفوا انها خياطة معروفة. واول ما شافتهم رحبت بيهم وطلبت منهم ان هم يشتغلوا معاها كمساعدين، لانها ساعتها كانت محتاجة ناس معاهم. وفعلا وافقوا وقعدوا معاها وكمان اشتغلوا في الخياطة، وكانوا بيفصلوا بدل الرأس الشرقي لان ده مجال الست زينات الخياطة اللي كانوا قاعدين عندها. وطبعا كان كل زباينها هم الرقصات. بس درية كانت حاسة ان الحلم اللي هربوا بسببه من بلدهم ناقص عليه كتير جدا عقبال ما يتحقق، لحد ما جت واحدة رقاصة ودرية هي اللي كانت بتقيس لها بدلة الرقص. واول ما عينيها وقعت عليها عجبتها على طول، لان درية كانت بنت جميلة وفي نفس الوقت كانت بنت ذكية ومطيعة وبتعامل الناس بطريقة حلوة جدا. وعرضت عليها الشغل معاها انها تشتغل لبيسة وتشيلها الشنطة بتاعتها وتنظم لها مواعيدها وتروح معاها في كل مكان. وساعتها درية طارت من الفرح ولمت شنطة هدومها وراحت علشان تعيش معاها، وكانت ملازماها في كل مكان بتروح ترقص فيه. وطبعا كانت منبهرة بالأضواء اللي كانت بتشوفها. وخلال فترة قصيرة درية قربت جدا من الرقاصة وبدأت تعزها زي أختها بالظبط، لدرجة إنها عرضت عليها إنها تشتغل معاها رقاصة في الملهى الليلي اللي بتشتغل فيه، لأنها بنت جميلة وخلال سنة هتبقى مشهورة ومعروفة في المجال. وبتنزل درية تشتغل في الكازينوهات والملاهي الليلية علشان في خلال فترة قصيرة تبقى ملكة الليل وأشهر رقاصة في الكباريهات والملاهي الليلية. في الوقت ده كان أبوها بيدور عليها في كل مكان، وكان عنده أمل إن هو يلاقيها في يوم من الأيام. وتمر السنين وتكبر درية وشهرتها كمان تكبر معاها، لدرجة إن أفيشاتها بقت مالية الشوارع، وكمان مجلة فنية اتكلمت عنها وقالت عليها درية البنت الريفية البسيطة وصلت لعالم الشهرة في مدة قصيرة جدا. وبالصدفة عم صديق أبوها كان في القاهرة، وفجأة يشوف أفيشات بنته ويشوف المجلة اللي كاتبة عليها درية. كانت شكلها مختلف شوية عن الأول، بس هو ما يتوهش عن بنته، وكمان هي مغيرتش اسمها، لسه زي ما هو. يعرف عنوانها ويعرف مكانها ويروح لها على طول على شقتها. وهنا درية تتفاجئ بأبوها واقف قدامها في شقتها وترحب بيه، وبعد كده يقول لها أنا جاي علشان أخدك وتتوبي لربنا وتسيبي العالم ده. ويقول لها ساعتها إن نعيم الدنيا زايد وأهم حاجة الجنة. فردت عليه درية وقالت له أنا عمري ما نسيب عيشة العز اللي أنا عايشاها وأروح لحياة الفقر وأكل المش بدوده، خليلي أنا نعيم الدنيا الزايل وخليك أنت في الجنة. ساعتها أبوها وقف مقهور وقعد يعيط وقال لها خلاص يا بنتي أنت اللي حكمتي على نفسك، روحي ربنا يحرمك من نعيم الدنيا ومن ريح الجنة. وبتمر السنين ودرية عايشة نفس عيشتها، الرقص والسكر والعربدة. لكن لأن كل حاجة وليها عمر افتراضي، كانت درية كبرت وعدت ال40 وما كانش ينفع تنزل تشتغل رقاصة تاني، فاعتزلت الرقص وكان عندها كباريه بقت تشرف على إدارته. وفجأة حست بدرية إن عمرها جري من غير جواز، وهنا حنت إن يبقى في راجل في حياتها علشان يبقى مسؤول عنها وتسند عليه. وكان في شاب بيشتغل عندها في الكباريه جارد، وكان اسمه عدوي وأصغر منها ب10 سنين. وفجأة لقت نفسها بتحبه لدرجة الجنون، لدرجة إنها هي اللي عرضت عليه الجواز. وطبعا ما بيصدق عدوي ويتجوز ملكة الليل، وتعيش درية مع عدوي وهي كانت بتحبه واثقة فيه ثقة عمياء، لدرجة إنها عملت له توكيل رسمي عام لإدارة كل أملاكها.
وهي ما تعرفش ان عدوي مدمن قمار، وانه عمره ما حبها وكان متجوزها بس علشان خاطر فلوسها، وانه ناوي يغدر بيها لما يلاقي اول فرصة متاحة ليه. وفعلا يجي الوقت المناسب ويبيع كل حاجة ملك درية لنفسه بعقود بيع وشراء، ويسدد بفلوسها ديون القمار اللي عليه، وكمان يخسر بقية الفلوس وبقية املاكها على ترابيزة القمار. وده كله درية عايمة في بحر العسل، وما كانتش تعرف اي حاجة من اللي بيعملها جوزها، لكنها بتعرف لما بتوصل لها ورقة طلاقها من اسم الشرطة. وخسرت كل حاجة في لحظة، حتى الشقة اللي كانت قاعدة فيها، وفجأة لقت نفسها زي اول يوم جت فيه القاهرة. كانت بالظبط زي ما بنقول يا مولاي كما خلقتني، وتبقى مش عارفة تروح فين ولا تيجي منين. وهنا درية لجأت لياسمين اللي هربت معاها وقربتها الخياطة، وكل واحدة منهم أول ما شافوها طردوها على طول، لأنهم في يوم راحوا لها واتنكرت لهم ومرضتش تقابلهم بعد ما ربنا كرمها وبقت مشهورة. وينتهي بها المطاف إنها تقعد في أوضة صغيرة في بدروم عمارة. وطبعا علشان كانت بتشرب خمرة كتير فجالها أمراض كتيرة، منها الكبد، وكمان أثرت على قرنية العين، وكانت بتشوف قدامها بالعافية. وبتعيش درية على الصدقة والإحسان من أهل الخير، وقبل ما تكمل 50 سنة بيشم سكان العمارة ريحة وحشة جدا جاية من البدروم، وبيتصلوا على الشرطة علشان توصل العمارة، وبتكسر باب البدروم ويلاقوا جثة بدرية في حالة تعفن شديد جدا، وكان واضح فعلا إنها ميتة بقالها فترة طويلة. والشيء الغريب ان هم لقوا جنب جثتها ازازة خمرة من النوع الرخيص، وكان واضح انها شربتها كلها قبل ما تموت، وكانت السبب في موتها. ودفنوها في مقابر الصدقة، وبكده دعوة ابوها تستجاب، فحرمها ربنا فعلا من نعيم الدنيا، لانها ماتت لوحدها في بدروم العمارة لحد ما جثتها اتعفنت، وتتحرم من ريح الجنة لانها تقابل ربنا وهي مرتكبة كبيرة من الكبائر، وهي شرب الخمر، ويبعث المرء على ما هو عليه.